كل سنة وناس كتير بتستنى شم النسيم علشان تخرج وتفرح وتاكل فسيخ وبصل. بس شم النسيم اللي فات كان مختلف تماما. كان في جريمتين صدموا مصر من شمالها لجنوبها، وبدل ما الناس تضحك وتفرح اتبدلت البسمة بدموع، وبدل ما الأهالي يروحوا المتنزهات راحوا يدفنوا ضناهم. أنا جهاد كريم، ومن خلال قناة قضايا جهاد كريم هحكيلكم النهاردة عن قضيتين حصلوا في شم النسيم، قصص حقيقية فيها غدر، خيانة ودموع، وده مش تمثيل، ده واقع بشع حصل فعلا. أول قضية بسنت، ضحية الحب والخيانة. بسنت كانت شابة زي القمر، مخطوبة لشاب اسمه وليد. كانوا بيحبوا بعض من سنين، لكن حصلت بينهم مشاكل وبسنت قررت تفسخ الخطوبة. ساعتها وليد ما قدرش يتحمل فكرة إنها تسيبه، وبدل ما يحاول يرجعها بالحسنى فكر في الانتقام. وفي يوم شم النسيم راح قابلها وكأنهم هيتكلموا بهدوء، بس الصدمة إنه خد سلاح أبيض وطعنها في نص الشارع. الناس كانت ماشية حوالينهم بتضحك وتاكل فشار، وفجأة الدنيا اتقلبت. بسنت وقعت على الأرض والدم مغرقها. وليد اتقبض عليه واعترف بجريمته، وقال إنه ما استحملش تسيبه، يعني بدل ما يحترم قرارها شل روحه وقرر يخلص عليها. القضية التانية عبده واللي عمله في صاحبه من ورا ظهره في الشرقية، وبالتحديد في شم النسيم. حصلت جريمة تانية. عبده واحد من الناس اللي بنسميهم صاحب عمر، خان صاحبه مع مراته. الخيانة استمرت سنين، والموضوع كبر لدرجة إن عبده بقى عايز يخلص على صاحبه علشان يكمل حياته مع مراته. وفي لحظة شيطانية قرر عبده يقتل صاحبه، خطة محكمة وتنفيذ في يوم الناس كلها بتفرح فيه. المفاجأة إن الجريمة اكتشفت بسبب مكالمة تليفونية اتسجلت بالغلط، واللي فضحت كل حاجة، أول الخيانة لحد لحظة القتل. فين الضمير؟ فين الرحمة؟ شم النسيم كان زمان رمز للبهجة، دلوقتي بقى بيتحول عند بعض الناس لستار يداروا ورا جرايمهم. قصص زي دي بتفكرنا إن الغدر مش بيجي من بعيد، ساعات بيجي من أقرب الناس. أنا جهاد كريم، ودي كانت قصة من قصصنا الصادمة اللي مش بس بنعرضها لكن بنحاول نفهم منها ونتعلم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشتركوا في القناة علشان توصلكم كل القضايا الجديدة من قناة قضايا جهاد كريم.